السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اهلا وسهلا بكم في قناتي منوعات ام بكوري. لو ما كنت مشترك اشترك وفعل الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد، وما تنسونا من صالح الدعوات ان شاء الله. وصفتنا لليوم وصفة بسيطة وسهلة جدا جدا، ملاح البامية. هعمل لكم ملاح البامية بطريقة بسيطة جدا جدا. اتمنى انكم تتابعوا الفيديو لحد النهاية عشان تشوفوا الوصفة. عندي بصلتين، وعندي بامية مغسلاهم جاهزات. عندي هنا لحمة، نص كيلو لحمة، وعندي الشمار. أنا طبعا ملاح البامية ما بضيف له أي بهارات زيادة غير الشمار. نيجي نشوف الطريقة. نبدأ بسم الله. طبعا البصل لملاح البامية ما عنده طريقة معينة، تقطعيها بأي طريقة. هقطعهم تاني بالطريقة دي. دي البامية خلاص قطعناها كده بالطريقة دي، وأتمنى إنكم تجربوا الوصفة. تابعوا لحد النهاية عشان تشوفوا معي لحد الآخر إن شاء الله النتيجة بتطلع كيف. عندي تاني هاجي أقطع الشمار الأخضر ده، هقطعه برضو لقطع صغيرة. بالطريقة دي. وخلاص كده خلصت من كل المكونات اللي هستخدمها لملاح البامية. الشمار طبعا بدي نكهة جميلة جدا جدا للملاح، ومن الأساسيات، أنا بعتبرها بالنسبة لي أنا من الأساسيات في ملاح البامية. ويلا نمشي نشوف حلتنا، والخطوة اللي بعدها هنعمل شنو. ودي الحلة. طبعا أول حاجة هعملها أكب البصل. تمام، هكب البصل. في ناس بيحمروا البصل شوية، لكن أنا ما هحمر البصل، بس كده البصلة كده وهديها. هكب الزيت. تمام، الزيت ما عندي طبعا كمية محددة، ما محددة لها كمية. بعد كده هاجي أكب موية عادية. بعده هكب اللحمة، هكب اللحمة معاها. وأكب رشة من الملح، وأخليهم شوية يستوي، اللحمة تستوي شوية. بعد ذاك أجي أكب البامية. تابعوا لحد الآخر. وريحت ليكم تاني بعد ما اللحمة يعني خليت استوت نصف استوى. طبعا هستخدم المفركة دي كمان. مفركتنا دي طبعا بتسهل في عملية الفرك، بتسهل جدا جدا. الخطوة الثانية هعملها، دي خطوة مهمة جدا جدا جدا، أتمنى إنه الناس تنتبه لها كويس. هنا دائما في ناس بيشكوا من ملاح البامية ويقول لك إنه الملاح أنا بعمله لكن ما بيظبط معاي اللون ما بيظبط معاي، ما بكون أخضر، يعني الملاح ما بكون لونه أخضر. فالحل لإنه الملاح يكون لك لونه أخضر، تابعوا معي وشوفوا أنا هكب شنو في أي زمن بيخلي لي الملح يكون أخضر إن شاء الله. ده هنا العطرون. العطرون طبعا
هو بالطريقة دي بيكون كده بالشكل ده، كلنا بنعرفه طبعا. وهنا العطرون انا كبيت عليه مويه، خليته قاعد شويه يعني قبل ما انا ابدا. بليته في المويه وبعد ده جيت صفيته. دي المويه انا هستخدم المويه بتاعت العطرون. تمام. هاجي اكب المويه بتاعت العطرون دي في اللحمه قبل ما اكب الباميه، وكده الملح ان شاء الله هيكون لونه اخضر ان شاء الله. دي هنا تابعوا الخطوه دي. طبعا ده العطرون هكب شويه بس منه، والباقي هخليه بعد ما اكب الباميه. تمام. شايفين العطرون بيتفاعل كيف؟ شايفين؟ هأكب بس حاجة شوية كده منه، بعد ذاك اجي اكب البامية. من هنا هكب البامية بالطريقة دي. البامية دي هأكبها. تمام. ملاحظين؟ شايفين اللون كيف؟ كده هخلي البامية تستوي واجي افركها واكب شوية تاني كمان من العطرون عشان اللون يكون اخضر تماما. اخر خطوة هعملها طبعا اكب الشمار. الشمار يا جماعة يفضل انه يتكبى منه خلاص عايز تطفي النار، لانه الشمار لما يتعرض للحرارة بيفقد القيمة الغذائية بتاعته. فانا دائما بكبها كده، بكب الشمار كده وبطفي النار على كده. وهنا طبعا رجعت لكم بعد ما البامية استوت وفركتها بالطريقة دي. وخلاص كده دي اكلتنا لليوم، ملح البامية. اتمنى انكم تجربوا الطريقة وحتعجبكم ان شاء الله، والف صحة وهنا لكم. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتخلوا لي تعليق ظريف، والى ان نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. اتمنى انكم تجربوا الطريقة.